المكاتب مرتبا. طيب الآن اقرأنا الدعاء قبل التعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب صباح الخير. كيف حالكن؟ بخير والحمد لله يا أستاذ. ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن المطالعة. ماذا؟ المطالعة. طيب كما عرفنا نحن الآن في التاريخ 3 شعبان سنة 1446 هجرية، أليس كذلك؟ وكما عرفنا أيضا نحن الآن في التاريخ 2 فبراير سنة 2025 ميلادية، أليس كذلك؟ طيب من مدرستكن الحقيقية في هذه المادة؟ طيب ومن مدرسكن الحقيقي في هذه الحصة؟ أيوة، الآن اسمحنا لي أن أكون بديلة منهما لتدريس هذه المادة في هذه الحصة. أيوة، قبل أن ندخل إلى درس جديد أريد أن أبين لكن شيئا، اسمعنا جيدا. أنت يا أختي قومي أمام السبورة، تفضلي. ثم أنت يا أختي، نعم، قومي بجانبها. توجهي إلى صاحبتك. طيب ما اسمك؟ Adila. وما اسمك؟ ديا أميرة. أيوة، اسمعنا هنا. هذه أديلا وهذه ديا، هما صاحبتان قريبتان، وهما تتصاحبان في وقت قديم وفي زمن طويل، وهما متساويان في كثير من الصفات إلا صفة واحدة. إلا صفة واحدة. عرفتن ما تلك؟ لا. فأديلا
hiya tashja'u daiman, fahiya lan tash'ur bil khawf fi kulli hayatiha, la takhaf ma'a kulli syai'in yusibuha. Idzan, madza naqulu li sifati Adila? Madza? Naam, ahsantunna, asy-syaja'ah. Wa amma dia, fahiya tukhalifu Adila fi hadhihi sifah. Tukhalif. Dia takhafu daiman ma'a kulli syai'in, fahiya tash'ur bil khawf ma'a kulli syai'in tusibuha. Wa laysa laha asy-syaja'ah fi nafsiha. Idzan, madza naqulu li sifati dia? Naam, ahsantunna, al-jubnu. Aywa, syukran Adila wa Dia, tafaddala bil julus. Idzan, sanata'allamul yawma fi mawdu'in madza? Ahsantunna, asy-syaja'atu wal jubnu. أيوة. قبل أن أشرح لكن هذا الموضوع أريد أن أبين لكن الكلمة الصعبة. اسمعنا جيدا. الكلمة الأولى معركة. 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 قلنا جماعة معركة. معركة. أكبرنا أصواتكن معركة. طيب، في كنا تعرف معنى معركة؟ من تعرف؟ لا إحدى منكن؟ أيوة. لاحظنا هذه الصورة. هذه معركة. هذه معركة. فهمتنا؟ أنتِ ما فهمتي معنى معركة من هذه الصورة؟ نعم، أحسنت يا أختي، ولكن نقول في عبارة أخرى موقع الخصام. موقع الخصام ماذا؟ طيب، الكلمة الثانية اسمعنا جيدا. رمى بالجبن. رمى بالجبن. رمى بالجبن. قلنا سويا رمى بالجبن. رمى بالجبن. من منكن تعرف معنى رمى بالجبن؟ لا إحدى منكن؟ الآن لاحظنا هذه الصورة. هذا ما نقول رمى بالجبن. أضع في الجملة مفيدة كي تفهمنا. رمى الناس عليا بالجبن. رمى الناس عليا بالجبن. فهمتنا؟ أنت ما فهمت معنى رمى بالجبن من هذه السورة؟ نعم، أحسنت، ولكن نقول في اللغة العربية استهزأ. 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 ماذا؟ استهزأ. أيوة.
طيب الكلمة الثالثة اسمعنا جيدا. خاصته 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 قلدنا بعدي خاصته أكبرنا أصواتكن خاصته خاصته طيب من تعرف المعنى خاصته؟ لا إحدى منكن؟ أيوة اسمعنا جيدا سأضع في الجملة مفيدة. أنا عندي خاصة كثيرة. أنا عندي خاصة كثيرة وأذهب إلى المدرسة مع خاصتي. فهمتن؟ فهمتن؟ أنت ما معنى خاصته من الجملة التي ذكرت؟ ماذا؟ ماذا؟ من تعرف معنى خاصته؟ طيب أضعها في المثال الآخر. هؤلاء الأخوات وراءكن هؤلاء الأخوات وراءكن هن خاصتي هن خاصتي. فهمتن؟ أنت ما معنى خاصته؟ نعم أحسنتي معناه أصحابه. ماذا؟ أيوة الكلمة بعدها اسمعنا جيدا. يعيرون يعيرون قلنا جماعة يعيرون 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 من تعرف المعنى؟ لا إحدى منكن؟ يعيرون معناه مثل رمى بالجبن هكذا. هذا ما نقول يعيرون. إذن ما معنى يعيرون؟ نعم أحسنتن ولكن نقول في عبارة أخرى يستهزئون يستهزئون. ماذا؟ طيب الكلمة بعدها اسمعنا جيدا. طائل 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 قلنا جماعة طائل 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 من تعرف المعنى؟ طائل؟ لا إحدى؟ طيب اسمعنا أضعها في الجملة مفيدة. خير الإنسان أن يكون طائلا للآخر. خير الإنسان أن يكون طائلا للآخر. فهمتن؟ فهمتن؟ أنت ما معنى طائلا؟ نعم أحسنتي ولكن نقول في اللغة العربية فائدة
Fa'idatun au manfa'atun. Mada? Fa'idatun au manfa'atun. Ahsantuna. طيب الكلمة بعدها اسمعنا جيدا. يصرخ يصرخ يصرخ. قلدنا بعدي. يصرخ يصرخ. طيب من تعرف المعنى يصرخ؟ عرفتي؟ نعم أحسنتما، ولكن نقول في اللغة العربية يصيح. يصيح. ماذا؟ يصيح. طيب الكلمة بعدها اسمعنا جيدا. يغطس يغطس يغطس. قلنا جماعة يغطس. أكبرنا أصواتكن. يغطس. من تعرف المعنى يغطس؟ لا إهدى. الآن لاحظنا هذه الصورة. هذا ما نقول يغطس. أضعها في الجملة. يغطس أحمد في البحر. يغطس أحمد في البحر. فهمتن؟ أنت ما فهمتي معنى يغطس من هذه السورة؟ نعم أحسنتي، ولكن نقول في اللغة العربية ينغس. ينغس. ماذا؟ ينغس. طيب الكلمة بعدها اسمعنا جيدا. يتباهى يتباهى يتباهى. قلنا جماعة يتباهى يتباهى يتباهى. من منكن تعرف معنى يتباهى؟ أنت أختي ماذا؟ نعم أحسنتي، ولكن نقول في اللغة العربية يتفاخر. يتفاخر أو يتكبر. يتفاخر أو يتكبر. ماذا؟ يتفاخر أو يتكبر. أحسنتنا. طيب الآن كفينا هذه المفردات. إذن الآن سأشرح لكم هذا الموضوع. اسمعنا جيدا
واهتممنا اهتماما جيدا. ذات يوم هناك صاحبان من هما؟ هما رمضان وسليمان وهما خرجا يتمشيان في الطريق. يتمشيان، ما معنى يتمشيان؟ أحسنتن. هما يتمشيان في الطريق وفي أثناء الطريق وفي وسط الطريق نظر معركة ثم ماذا حدث؟ وطلب سليمان من رمضان أن يقف لحظة لأي شيء لينظر هذه المعركة. سليمان سينظر ماذا حدث في هذه المعركة، ماذا وقع. هو سيعرف. إذن طلب من رمضان يقف لحظة. ثم ماذا أجاب رمضان؟ هل يريد؟ لا يريد رمضان لأن يقف لحظة. لماذا؟ لأنه يخاف أن يصيبهما أذى، يخاف أن يأتيهما ضرر وليس هما دخل فيها. هذه المعركة ليس لها فائدة لهما، ليس لها منفعة لأي شيء نقف وينظر هذه المعركة. فهمتنا؟ وبعد ذلك ولو كان رمضان لا يريد ألح سليمان عليه. عرفتن ما معنى ألح؟ ألح معناه يكرر الطلب، يطلب مرارا. هيا رمضان، هيا نقف لحظة لننظر هذا هيا. ثم ماذا أجاب رمضان؟ هل يريد؟ لا يريد رمضان ولو كان ألح عليه سليمان. حتى غضب سليمان ورمى رمضان بالجبن ويستهزئه بالجبن يقول إليه أنت جبن وافترقا. وبعد ذلك في يوم بعده كان سليمان يحمل خاصته الكثير، يحمل أصحابه الكثير لأي شيء؟ ليسخروا رمضان، ليستهزئوا رمضان بالجبن. أنت جبن يا رمضان كذلك. ثم ماذا فعل رمضان؟ هل يحزن؟ هل يرد كلامهم؟ لا يحزن ولا يرد كلامهم، ولكن يصبر بالصبر الجميل، يصبر على هذه المصيبة. لماذا يصبر؟ عرفتن لماذا يصبر؟ لأنه يعلم أن الشجاعة لا يملك لإنسان الذي يريد أن يدخل نفسه في الضرر. الشجاعة ليس لإنسان الذي يريد أن يدخل نفسه في شيء غير مهم، في شيء غير فائدة، لأي شيء. أليس كذلك؟ وبعد ذلك بأيام في يوم من الأيام كان سليمان وأصحابه يستحمون في نهر واحد. هم يستحمون في نهر واحد. وهم يستحمون بالسرور، بكل الفرح، بكل السرور، لا حزن فيها. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ وبعد ذلك تعب سليمان بعد كثرة الاستحمام، تعب سليمان وتجاوز حد دائرة الاستحمام. فهمتنا معنى تجاوز؟ هكذا أعطيكم مثال، أعطيكن مثال. الحد للاستحمام فقط حتى هنا. سليمان وأصحابه جائز يستحمون حتى هنا، ثم تجاوز سليمان حد الاستحمام. تجاوز، فهمتنا معنى تجاوز؟ طيب،
تجاوز سليمان حد الاستحمام ثم ماذا حدث؟ يغطس في النهر. يغطس ويطفو. يغطس ويطفو سليمان. فهمتنا معنى يغطس ويطفو؟ المثال بلغ الماء حتى رأس سليمان. بلغ الماء حتى هنا. ثم يغطس معناه رأسه في الماء ويطفو معناه رأسه على الماء يبحث الهواء. وأما سليمان يغطس ويطفو. يغطس ويطفو يطلب مساعدة من أصحابه. يا أصحابي ساعدوني ساعدوني. ولكن من يساعده من أصحابه؟ من؟ لا أحد منهم. أين هم؟ حين ذلك هم هربوا. هم تركوه بنفسه في النهر. ثم كيف حال سليمان؟ من يساعده؟ وكان حين ذلك كان رمضان يقوم على شاطئ النهر. يقوم على شاطئ النهر. ما معنى شاطئ النهر؟ عرفتنا؟ نعم أحسنتنا. يقوم على شاطئ البحر. ثم بعد أن رأى ما وقع على سليمان، بعد أن رأى حال سليمان مباشرة يخلع ملابسه بسرعة ثم يجري ووثب في الماء. عرفتنا ما معنى وثب؟ وثب في الماء وسبح وقبض سليمان ويحمله إلى شاطئ البحر. هل سلم سليمان؟ نعم أخرج رمضان سليمان سالما الحمد لله. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد هذا العمل خجل سليمان وأصحابه خجلا شديدا. عرفتنا ما معنى خجل؟ خجل معناه استحيا يستحيي. هم يستحيون استحياء شديدا. يستحيون جدا. لماذا يستحيون؟ لأنهم قد استهزأوا قد احتقروا رمضان بالجبن من قبل هذا. قد قالوا لرمضان أنت جبن. ثم اليوم نظروا أن رمضان عنده الشجاعة في نفسه. إذن الآن هم اعترفوا وأيقنوا يقينا صادقا أن رمضان عنده شجاعة حكمة وقوة أكثر منهم. فهمتنا؟ إذن الاستنباط من هذه الحكاية لا يجوز لنا أن نحتقر ونستهزئ غيرنا. لماذا؟ لأن الله قد خلق لكل مخلوقه مزية. لكلنا عندنا مزية. أليس كذلك؟ نعم. إذن لا يجوز لنا أن نحتقر من دوننا. كما قيل في المحفوظات لا تحتقر من دونك فلكل شيء مزية. أيوة. الآن افتحنا كتبكنا المطالعة. افتحنا الصفحة 96 في موضوع الشجاعة والجبن. سأقرأ لكم المقالة. طيب فتحتنا اسمعنا جيدا واهتممنا إلى الكتب. الشجاعة والجبن. خرج رمضان وسليمان يتمشيان فرأيا معركة في الطريق. وطلب سليمان من رمضان أن يقف معه ليريا ما يكون من أمرها. فأبى رمضان إلا متابعة السير خوفا أن يلقهما أذى وليس لهما دخل فيها. فألح سليمان على رفيقه الذي ما زال مصرا على متابعة السير. فغضب سليمان ورمى رمضان بالجبن وافترقا. وبعد ذلك صار سليمان وأصحابه يسخرون من رمضان ويؤيرونه بالجبن، ولكن رمضان تحمل أذاهم
بالصبر الجميل لعلمه أنه ليس من الشجاعة أن يلقى المرء بنفسه في المخاطر على غير طائل وستظهر الأيام مبلغ شجاعته يوما ما. وبعد ذلك بأيام اتفق أن سليمان كان يستهم مع رفاقه وتجاوز حد منطقة الاستحمام فتعب فصار يغطس ويدفو ويصرخ مستغيثا بإخوانه الذين كانوا مثله يتباهون بشجاعة ليست فيهم ولكنهم تركوه وهربوا. ولما رأى رمضان وهو على الشاطئ ما حل بسليمان خلع ملابسه بغاية السرعة ووثب في الماء وسبح وخاطر بنفسه ليخلصه وبعد الجهد العظيم أخرجه سالما. وبهذا العمل خجل سليمان ورفاقه من تعديهم على رمضان واعترفوا له بأنه أكثرهم شجاعة وحكمة. أيوة. الآن أريد واحدة منكن أن تقرأ هذه المقالة. أنت يا أختي اقرأي خرج رمضان من الموضوع. الشجاعة والجبن. خرج رمضان وسليمان أكبري صوتك. على متابعة السير فغضب سليمان ورمى رمضان بالجبن وافترق. طيب يكفيك. أنت استمري يا أختي. فبعد ذلك صار سليمان وبعض السبي أكبري صوتك يا أختي. أيوة يكفيك. أنت يا أختي اقرأي. وبعد ذلك بأيام اتفق أن أكبري صوتك. كان يستحم مع رفاقه فتجاوز حتى انتقل طيب يكفيك. أنت استمري. ولما رأى رمضان وهو على الشاطئ طيب يكفيك. أنت الورائية استمري. أنت نعم. فبهذا العمل خجل سليمان ورفاقه أيوة يكفيك. طيب الآن أرغب في أن تقرأنا هذه المقالة بصوت خافت بصوت صغير
ثم ibahasna al-kalimah as-sa'bah allati la tafhamna ma'naha awil jumlah allati la tafhamna ma'naha. Baik, ibda'na. أيوة يكفيكن هذه القراءة. الآن من ستسأل عن معنى كلمة التي لا تفهم معناها؟ من ستسأل؟ فهمتن؟ أنت. طيب الذي ما زال مصرا على متابعة السير. الكلمة. طيب اسمعنا هنا. من تعرف ما زال مصرا على متابعة السير؟ لا أحد منكن أن تعرف؟ طيب أبين لكم. ما زال مصرا على متابعة السير حينما طلب سليمان من رمضان أن يقف لحظة هو لا يبالي ولا يهتم لكن يستمر سيره يستمر مشيه لا يبالي ولا يهتم كلام سليمان. فهمتن؟ طيب من ستسأل بمرة؟ طيب لا أحد منكن؟ أيوة الآن اهتممنا جيدا على السبورة. سأقرأ لكن ما عليها. الشجاعة والجبن المفردات معركة موقع الخصام رمى بالجبن استهزأ خاصته أصحابه يعيرون يستهزئون طائل فائدة منفعة يصرخ يصيح يغطس ينغس ضد يطفو يتباهى يتفاخر يتكبر. أنت يا أختي اقرأي ما على السبورة. أكبري صوتك. معركة يعيرون
ثم أكبري صوتك. طيب الآن أخرجنا كراساتكن واكتبنا ما على السبورة. طيب تمامنا هنا. من دعي اسمها فلترفع يدها دون صوت. Cud Alisa, Azqilla Anzafia, Aufa Khaira Ramadhan, Mutia Takwani, Syakira Najla, Aina? Mana itu? Khaira Raudati, Irdina Rakila, Faras Nailatul Ulia, Dara Najla Rizkia, Farisatul Maskan, Syafira Ulfah, Nisa Fonna, Suraya Rafia, Rajaat, Wilza Syakila, Humaira Shifa, Nazifa Fatia, Adila Qatrun Nada, Humaira Alaina, Putri Muslima, Gea Amalia, Dia Amira, Aisyah Maulidia, Zahratun Nisa, Rafifatul Rifda, Nurul Ashifa, Lutfi Humaira Putri, Aina Marido, Irsalina Ramadhani, Irsalina Raja, Putri Humaira, Nashwa Mutia, Alena Elfarah, Fatia Muharrami, Karisa Atifah, Raudatul Muna, Aina Raja, Aufa Rizkia Khansa, Talita Ayuna, Putri Balqis,
Intahaitunna minal kitabah? Lama. Intahaitunna minal kitabah? Aywa, al-an uridu wahidatan minkunna an taqra'a kitabataha. Anti, ya ukhti, iqra'i ma katabti. Akbiri sawtaki. Al-ukhrayat lahidna wandurna ila kitabatikunna. Khassatuhu. Diddu. Aywa, ahsanti. Anti ya ukhti. Anti. Iqra'i ma katabti. Diddu. Yatfu. Yatafakharu. Aywa. Thumma anti. Iqra'i ma katabti. Akbiri sawtaki. Yastahzi'una. Yasruhu. Yasruhu. Yanrisu. Naam. Aywa. Al-an iqra'na kurrasatikunna wa kutubakunna isti'dadan li ijabatil as'ilah. Naam. Ibda'na. Sa'as'alukunna ba'da hadha.
أنت اقرأي كتبك أيضا. نعم. أيوة تكفيكن. الآن أقفلنا كراساتكن. كراسات أقفلنا كراساتكن دون الكتب. افتحنا كتبكن. أيوة الآن أريد واحدة منكن أن تقرأ المقالة مرة ثانية. أنت ديا اقرأي. أكبري صوتك من الموضوع. خرج رمضان الشجاعة والجبن. خرج رمضان وسليمان يتمثلان فرأيا فرأيا معركة في الطريق فطلب سليمان من رمضان أن يقف معه ليرى ما يكون من أمره. أيوة يكفيك. أنت استمري. فأبى رمضان إلا متابعة السير خوفا أن يلقهما. أيوة يكفيك. أنت استمري. وبعد ذلك صار سليمان وبعد قصته يسهرون من رمضان ويؤثرون أن يلقى المرء. أيوة يكفيك. ثم أنت اقرأي استمري. وبعد ذلك بأيام اتفق أن سليمان كان يستحب معرفته وتجاوز حتى منطقة استحمام مستغيثا. كانوا مثله. ليست فيهم ولكنهم تركوه وهربوا. طيب يكفيك. ثم أنت استمري. فلما رأى رمضان وهو على الشاطئ ما حل بسليمان
أيوة الآن أكفلنا كتبكن. أكفلنا كتبكن، وضعناها على المكتب. هل استعددتن لإجابة الأسئلة؟ هل استعددتن؟ طيب الآن سأسألكن بعض السؤال. السؤال الأول، اسمعنا جيدا. ما معنى معركة؟ أنت يا أختي. موقع الخصام. طيب ضعيها في الجملة المفيدة. استطعتي؟ لا، من تستطيع؟ أنت. خرج سليمان ورمضان يمشي ويشان ضعيها في الجملة مفيدة بنفسك. سليمان ورمضان ستنظر معركة في طريقه. سليمان ورمضان سينظران معركة أو معركة في الطريق. أيوة أحسنت يا أختي. أقبلي هذا هدية مني جزاء على حسن إجابتك. أيوة الأسئلة بعدها، اسمعنا جيدا. ما معنى من الكلمة خاصته؟ أنت. أصحابه. ضعيها في جملة مفيدة. مع خاصته. نعم أحسنتي. طيب لأنك استطعت أن تجيب معنى والتضعي في الجملة المفيدة، هذا أقبل هذا إليك. إذن الأسئلة بعدها. ما معنى يتباهى؟ أنت. أكبري صوتك. يتفاخر. ضعيها في الجملة المفيدة. استطعتي؟ من تستطيع أن تضعها في الجملة المفيدة؟ أنت. يتباهى علي على الفوز. أحسنتي. أقبلي هذا. عفوا. السؤال بعده. ما معنى كلمة يصرخ؟ من تعرف؟ يصرخ. أنت. يصيح. ضعيها في الجملة المفيدة. بيصرخ. يصرخ محمد في البحر. طيب جيد جدا. أقبل هذا. شكرا كثيرا أديلة. طيب الآن سأسألكن عن مضمون الموضوع. ماذا رأى رمضان وسليمان في الطريق؟ أنت. معركة. أيدي السؤال. معركتاتي أو معركتي. ما الصحيح؟ ما الصواب؟ معركتان. أيدي. خرج. Ya, sahih. Ahsanti.
شكرا كثيرا. ما اسمك؟ شكرا يا ويلزا. أقبلي هذا. عفوا. السؤال بعده: ماذا طلب سليمان من رمضان؟ من ستجيب؟ ماذا طلب سليمان من رمضان؟ ماذا طلب سليمان من رمضان؟ أنت. ليرى ما طلب سليمان من رمضان ليرى ma'rokatan. Ya, ahsanti. أقبل هذا. طيب السؤال بعده: ما الاستنباط من هذه القصة؟ من تستطيع؟ أنت. لا يجوز لنا أن نحتكر صاحبنا. طيب أحسنت يا أختي. يا عفوا. السؤال بعده: ماذا فعل سليمان بعد أن رأى ماذا فعل رمضان بعد أن رأى حال سليمان؟ من تستطيع؟ ماذا فعل رمضان؟ أنت. إلى شاطئ البحر. يا أحسنت يا أختي. بلهذا مكافأة على صحة إجابتي. الآن السؤال الأخير: من تستطيع أن تجيب؟ هذا تجد هدية نفيسة. من تستطيع أن تشرح هذه المقالة الشجاعة والجبن من أول حتى آخر؟ أنت. طيب اشرحي. قومي. لا بأس، قومي. اشرحي يا أختي. نعم. من الأول حتى آخر بلغتك. نعم. ثم إلى صاحبه سليمان. ثم سليمان خجل سليمان أحسنت يا أختي. أقبلي هذا جزاء مكافأة على
صحة إجابتك. شكرا كثيرا. ما اسمك؟ شكرا علينا يا اجلسي. طيب كفينا بهذه الأسئلة لمراجعة الموضوع الشجاعة والجبن. إذن بعد تعلمتن هذا الموضوع لا يجوز عليكم ولنا أن نحتقر غيرنا صاحبنا والأخرى. لماذا؟ لأن الله قد خلق لكل مخلوقه مزية، لكلنا عندنا مزية. إذن لا بد عليكن أن تكرمنا بعضكن ببعض. أيوة، هذا ما تعلمنا اليوم. أسأل الله أن يسهلنا في كل أمورنا ويجعلنا من الفائزين والممتازين والمتفوقين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الآن نقرأ دعاء بعد التعلم ودعاء كفارة المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب، شكرا على كل اهتمامكن. أستعفيكم حق الاستعفاف على كل خطأ والنسيان. أخير الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyyati wa ikrami ila sadatil asatidah wa at-talibat lisanah an-nihaiyah bima'hadil manar al-hadith. Indriya rahadatul Aishi. Ma makna al-ma'rakah? Dha'i fil jumlah. Fil ma'rakah sahih. Fil hikayah kaifa? Mawjud fi ma'rakah ala wazni maf'alun fil auzan as-sarfiyah, bukan fil auzan, fit tasrif al-istilahi, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, yakun fi thalatha. Al-awwal ismuz zaman, wathani ismul makan, wathalis mada? Ismul Allah ma'rakah mi'rakah, maf'alun mif'alun, athalis mada? Mana ada tasrif hal nahu. As-salis itu masdar mimi namanya. Al-masdar al-mimi. Kalimatul ma'rakah fi hadhil kisah laysat ismal makan. Laukan ismul makan, ada kata apa? Fi. Ngapain dia ke situ? Ngapain kamu ke Gaza kalau enggak berjihad? Gitu dia. Idan hadha ismul hadha al-masdar al-mimi as-surah allati arattiha sahihah. Liar maknaha liaraya jidalan, liaraya yaqif wayara jidal. Kalau dia tempat perang, ngapain lo ke situ? Reporter apa?
Nggak mungkin. Idan mauqi al-khisam khata. Nggak apa-apa, ini level nak. Level. Nanti kasih tahu nih. Man al-mudarris al-hakiki? Kasih tahu nanti ya. Nggak apa-apa. Saya paham. Kan beda nanti kan? Karena saya yang ngomong ini. Hati-hati nak. Jumlah tuki sahih. Takhasama bla 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 fi ma'rakatin. Sahih. Dan ismul zaman wal makan lazim bil zaraf. Lazim bil jar dia. Ingat betul itu. Ingat betul nak. Ana akhussukum liman yurakis fil arabiyah. Hati-hati nak. Hati-hati ya. Hada khata. Lakin alal mustawa saya bilang. Alal mustawa enggak apa-apa. Indria biasa saja. Ini syekh mada, syekh ghair adi hada. Tapi saya paham. Enggak apa-apa. Ya, indria ya. Dan ma'rakah huna ala wazni al-masdar al-mimi dia. Ala wazni. Sekarang saya bilang, ma makna mahfal? La, mahfal maknahu makan. Lil ihtifal. Kita bilang mahfal lah itu. Sahih. Jangan tambah tak marbutah. Kalau tambah tak marbutah, lain nanti. Ini level nak. Mustawa dia. Enggak apa-apa, nanti pelan-pelan ya. Belajar mau sakit jangan sama saya ya. Saya cuma bisa kayak gini aja. Yang pakarnya Ustaz Rifki ya. Ustaz Endri nanti ya. Ustaz Kafi. Baik. Ada al-awal. Enggak banyak eh. Banyak nanti ya. Atsani Indri ya. Nil jami' nih karena semuanya ada bilang. Jadi fit tarikh diperhatikan al-adat wal ma'dud. Jadi fi dzikri tarikh hal tastakhdim am tastakhdim sana. Dan kalau sana, kalau ma'dudnya sana, berarti adatnya muzakkar, tulisannya maksud saya. Kan? Salah satu kutubin, salasah kalau tulisannya kan muannas kan? Kitab kan muzakkar. Jadi kalau mau bilang dia posisinya tetap idhofah dia. Sanata alfaini. Ini sanata ya kita pakai ya. Sanata alfaini. Harus ada waw. Waw itu waw ataf dia. Jadi harus ikut dia baris sebelumnya. Sekarang tahun berapa? 2025. Berarti sanata alfaini kan sanah tadi. Wa khamsin. Wa ishrina. Enggak boleh wa khamsun. Enggak berfungsi dong wawnya. Hati-hati nak. Hati-hati. Ini waw ataf dia nih. Jadi kalau waw ataf ikut dia semua ikut. Namanya al-mutabaqah namanya. Kan? Ishtara itu kitaban. Nah, jelas kan posisinya? Jadi wa kurasatan dia. Jelas dia. Ama alfain ini pakai am sekarang. Ama alfaini kan am tadi. Berarti wa khamsatin. Halo bro. Siapa nih bukan bro ya? Sis ya. Halo sis. Ama alfaini wa khamsatin wa ishrina. Enggak boleh wa khamsatun. Wawnya enggak fungsi ntar nanti. Beda kalau bilang 11. Beda nanti bilang 13, salah sata asyara. Kenapa enggak salah satawa? Enggak. Hadhihi minal khasais al-istisna kalau bahasa nahunya. Hati ya. Saya enggak bilang tuh Indria. Ini mustawa juga, ya kan? Enggak biasa kan? Nanti kalau udah biasa, nanti yang lain kalau salah baru enggak dimaafkan. Kalau Indria masih dimaafkan. Taib. Ini yang ketiga juga. Yang saya maksud malladhi anti turidina sahih, lakin ana faqat yani uakid fil kalam. Karena saya melihat kesalahan level saya maksudnya, level saya itu ya. Hati-hati ya, bukan level Idria enggak apa-apa. Yang tadi itu yaktis wa yatfu.
Yaktis wayat fu. Pertanyaan saya, hal Sulaiman yastati as-sibaha? Hati loh. Dah tinggi nilainya nih. Saya cancel nih. As-soal, hal Sulaiman yastati'u as-sibaha? Bagaimana ada pernyataan wajawaza hadda mintaqah? Mada fahimti? Wajawaza, manjawaza huna? Aywa. Kemudian ada kata selanjutnya apa? Wata'iba. Ada waw apa pakai waw pakai fa. Bisa saya salahkan buku itu? Coba baca. Baca dulu. Wata'iba apa fata'iba? Dapat? Nggak dapat? Harus fa, nggak boleh wa. Harus fa. Limadha? Coba tanya dulu saya. Jarang kamu tanya saya kan? Coba tanya dulu saya. Limadha? Tanya. Saya jawab sekarang. Li'anna. Fa itu biasanya terjadinya di tobur itu, tahu gak? At-tobur Q up ya. Q inline, wahidan, fawahidan. Dia ada wahidan, fawahidan. Kemudian ada wahidan, summa wahidan. Summa ada wahidan, wawahidan. Artinya mada? Li'annau jawaza hadda mintaqah as-sibaha fata'iba. Bimakna fa di situ, dia sudah habis tenaga, bro. Siapa nama kamu? Untuk kamu enggak sih, saya bilang Andrea. Ya, enggak apa-apa Andrea, pelan-pelan ya. Jadi Sulaiman yastati as-sibaha li'an lakinnahu yatabaha ma'a asdiqaihi wasabaha. Jadi ta'iba. Kalau dia tidak bisa berenang, enggak mungkin. Mada yaktis wa ya'fu, enggak mungkin. Kan? Mustawa ini. Mustawa ya. Jadi jangan ini. Nah, tips maksud saya untuk semua kan. Kalau yang fokus ke bahasa Arab ya kayak Indria maksud saya. Atau kayak Ustaz Rifki, Ustaz Kafi, Ustaz Indri ya. Saya yang kasih nilai aja. Hah? Idan, mana yang risu? Kamu dapat dari mana yang risu itu? Jangan bilang dari Muslim lagi, capek saya. Bilang aja sendiri sekarang. Dari mana? Biar enak saya komentar. Kalau dari Muslim, kayak mana saya komentar? Yan ris. Mana yan ris? Saya bilang dulu, mana yan ris? Mana yan ris saya tanya. Lah mana yan ris? Yang ris itu tidak sebaya, tidak sepadan, la yunasib, la yutabik bimakna, mana? Bimakna, apa tadi? Sebenarnya kayak tadi terus itu, yaktisu, didduhu, yatfu terus. Yang ris, in ghamasa, yang ghamisu itu, lo, ambil ancang-ancang, nggak timbul lagi dia. Ini tidak? Kalau dia setelah 1 jam muncul, itu namanya yataghawas namanya. Ini mustawa saya bilang. Indria biasa saja. Ya. Lakin ala kulli hal Indria. Saya fokus fil maddah fakat supaya ini benar. Jadi yang tadi, yang yaktisu tadi, langsung buat palang seperti ini, yatfu atau didduhu yang semua buat tadi itu. Minal mustahsan tahzifin, ada yang ghamis ya. Jangan pakai itu. Karena ceritanya nanti begini ya. Nah, ini dia. Dan dia bisa berenang maksudnya. Cuman itulah as-saja'ah laisa fi makanihi sayyam lah. Itulah maksud saya. So ini kan ceritanya ini. Kalau udah kayak gitu kayak mana tuh? Lakin yastati as-sibaha. Lakin yatabahja kalau bahasanya. Tadi saya
salut ke kamu. Semoga ini arahan muslim, karena ini betul saya bilang. Ketika kamu tulis yatabaha, yang ada yatakabbar apa tadi? Yatabaha ya. Yatabaha kemudian apa? Sahih ada. Ini kalau bahasanya Ustaz Rifki ini, al-mutabaqah dia. Jadi kalau wazannya diminta yatafa'al, anti tu'tina makna aidan yatafa'al. Tapi ditulis yatakabbar. Limada yatakabbar anti taktubina fil akhir? Limada taktubina fil akhir? Pasti arahan musyrif ini. Karena musyrif yang tahu jawaban. Yang benar-benar ke musyrif dia sekarang. Yang kayak tadi enggak enak. Oh enggak ada musyrif di sini. Kenapa anti taktubina yatakabbar fil akhir? Enggak. Hada aqrab makna ila talamiz. Jangan sampai ketika kasih makna anti tu'tinal makna al makna as'ab minal kalimah. Ah, muskilah, itu betul. Itu betul. Ini betul. Jadi dia apa maknanya? Semua seperti itu nak ya. Kalau dia diminta mudhari', nahnu na'ti bil mudhari' fil makna. Lakin hada jamil. Al-jamil itu bukan yatabaha dengan yatafakhar. Hada la yuhimmuni. Walladhi yuhimmuni yatakabbar. Limada yatakabbar aqrab makna litalamid. Wa hada jamil indriya. Jadi kalau setelah dipuji mudaris itu, udah habis kritikannya. Memang saya simpan satu itu. Ala kulli hal masya Allah ana tafakhartu biki ya Indriya. Saya seperti melihat Ustaz Syahrul Amaliyah waktu di Gontor. Masya Allah. Syukran lil jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kafi hola di sana di Sobah. Nastamir ila Ustaz Endri Ustaz. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahiyati wa ikrami li jami'il asatizah al-hadiruna fi hadhihi al-munasabah al-badi'ah al-mubarakah insyaallah. Wa li ajli ijra'i darsin naqdi li talibati Indriya Rahadatul Aishi, ra'aitu anna hadhihi al-mudarrisah mumtazah fi tadris, ya, mumtazah fi tadris, lakinna ra'aitu ba'd al-intiqadat fi al-maddah, ba'daha sabaqat zikruha Ustaz Zulkhairi, yani an akhtat al-mudarrisah fi talfidhi at-tarikh al-hijri wal miladi, ya. Summa athani lam tutabik al-mudarrisah fi syarhi, ya, an madmunil mawdu'. Ad-dalil anna al-mudarrisah ghayarat, ya, fi dzikri al-makan yaghtishu fihi al-walad fil qissah. Aina yaghtishu al-walad fil bahar aw fil nahar? Fil nahri. Fil nahri, lakinna ra'ayna fi surah fil nahar, sahih? Lakinna syarahti fi ba'dil ahyan fil bahri, sahih? Naam. Hadha la budda ayyutabik al-mudarrisah fi syarhi an madmunil mawdu'. Idza syarahti masalan fil nahri fashrah, ya, likulli al-ahyan fil nahri wa la tashrah fil bahri fi ba'dil ahyan. Summa yalihi lam tulsik al-mudarrisah awraqa wasail al-idah, ya, fi makaniha al-munasib, ya, fahimti? Lam tulsik al-mudarrisah awraqa wasail al-idah fi makaniha al-munasib. Ad-dalil, madha dalil? Anna al-mudarrisah al-saqat hadhihi al-awraq, lam tulsik, ya, al-mudarrisah hadhihi al-awraq hasbal kalimat as-su'bah allati tata'allaqu biha. Idzan al-murad huna idza syarahti masalan an mata anifan syarahti, ya, anil bahr masalan aw anil nahri masalan, ya, alaiki an tulsik hadhihi al-awraq, ya, al-muta'alliqah bi wasailil idah fi makaniha al-munasib, ya. Hakadha, lakinna ra'aitu fil 'am anna al-mudarrisah najihah wa mumtazah fi tadris. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Nasma min Ustazah Nadira. Bil Injiliziyah Ustazah. Insyaallah al-asatis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for allowing me to share you some comment that I take for Indria. But actually, I'm not that capable to share you much. I believe our teachers here can share you more than what I can share for you because they have more pedagogical knowledge and also the method for teaching. So then student, actually I have I only take 2 comments here for Indria because I'm not that capable also in Arabic. For sure, you know me so well. So the first one that I take, it's only about the condition. Yeah, when you teach, make sure you pay close attention for all students, not only for 1, 2, 3 row, but the other side is not getting your attention. So make sure at least you have an eye contact, a good eye contact for your student. So example. That is the first one. When Indria explaining, it's only happen when the preface, the first one, when you order I don't know who's their name, but you mentioned in your lesson plan Khadijah and Aisyah, yeah. But this row, I see you are not paying close attention for them. So you are not focusing for them, only for the 3 rows. But overall, you fix it during your class. Then the second one, maybe the last, that please keep appreciate to your student even if the student's answer is incorrect. So you can say, maybe in English, I only able to tell it in English, that you can say that it's quite correct or nice try. But for Arabic, maybe you can ask to another teacher, what do you say for it? But overall, Indria, you did it well. Yeah, perhaps all of you can take some example from Indria that I can. Perhaps I will say the point what makes Indria good for me in my side. That Indria can share. When she explain, yeah, this is also for you. Please don't think the coolest sentence that you can give for your student. Yeah, the student don't need your cool sentence. No, they need your easiest, the simplest sentence that can understandable for them. Yeah, so do not give them the advanced language. Yeah, because the teacher, I think the best teacher, a good teacher, who can give an equal language to their student, so the student can understand. Because when we teach, we are not showing
how smart we are, but when we teach, we are making our student understand, isn't it? Because in your learning objective, you also you write that we want the student understand. How can they understand if we just think about us? Yeah. So think the student. That's perhaps the first point, because like Mr. Zulkhairi mentioned, the Indriya write yatakabbar. That's the familiar words to the student. When you give the familiar word to them, they will be easily understand. So the important point when you teach is to make the student understand, yeah, not to show how smart or how good the instructional media we bring. Okay. Then when you when you explain about the vocabulary in Ria, for you all, please explain. If you give the sentence, please give the closest sentence that are imaginable for the student, so the student can imagine it. Moreover, if you give it like in your daily activity. I take this because of I remember just now your past friend, the last performance, and Andrea Rizka, he give some sentence that actually I don't understand because I'm not that capable in Arabic and you know it. He give the example about Ainat. Actually, I don't know what is Ainat. Yeah, for sure I don't know what is Ainat. And when he explained, I don't know it. Actually, he give a correct sentence, perhaps, but Mr. Zulkhairi know it more. Inat Firaun sababu dukhulihin nar. Inat it mean selfish, yeah. But when do you know Inat? Ainadun Firaun sababu dukhulihin nar. When I give this sentence, do you understand it? Firaun, what is Firaun famous with? Arrogancy, isn't it? Yeah, kesombongan. So perhaps we think Inat is kesombongan, not selfish. So please give the sentence when you explain the vocabulary with the familiar one or imaginable sentence to the student. Okay, perhaps that is the point why India performs good, and also you must be confident to yourself. Yeah, make sure you understand your own material before you explain it to your student. If you don't understand, how can you make your student understand? So moreover, like you are teaching English, it the same like mutola'ah. So you need to understand every single word of it because you are the teacher, not the student. Yeah. So the student is unpredictable. They can respond everything. They can respond, and yeah, we get many unexpected situation in the class. Yeah. So be prepared, please, as the teacher. Thank you. Perhaps that's from me. Good luck for you, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب يمكن انتقادات قليلا لأن سبق ذكر بعضهم. الأول عندما المدرس تسأل وتأمر على تلميذات لابد نبعد منها نعم لكي نسمع صوتها كلنا لأن الإجابة من طالبة ليس فقط لنفسه لكن للجميع. وعندما صوت الطالب صغيرة نقرر نأمر مرة ثانية وإما صغيرة خلاص نعيد الإجابة منها لكي نعرف ما صواب وما الخطأ كذلك. ثم لابد للمدرس أن نلاحظ عندما أمرنا للقراءة وللكتابة نلاحظ هل كلهن يكتب ويقرأ الصامتة أو جهرا كذلك. يمكن هذا مني. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Putri. Sabaqa zikruhu. Ya, Syarifki al-akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Ihtirami wa tahiyyati lid-Doktor Zulkhair Sofyan wal Ustaz Syahrul Ramadan wa kadzalika sadatil asatidzah al-fudala. Ana akhtasir wa aqtasir insyaallah. Ala kulli hal ana urid an uqaddir Indriya ala taqdimihi hadha ala tadrisiha. على كل حال أنا أشيرها بالبنان على هذا الجهد الكريم، وأنا أتمنى أن يكون هذا التدريس مثالا ونموذجا لطالبات الأخرى، مثالا ونموذجا لطالبات الأخرى. ولكن كما عرفنا بأن هذا درس النقد وهذا هو درس الجرح والتعديل، ليس للمدح فقط وإنما هذا درس الجرح والتعديل. طيب، لدي بعض الإشارات الخفيفة هنا في المادة وبعضها قد أشارها الأساتذة الفضلاء السابقون. الأول، أنا رأيت بأن المدرسة تكرر كثيرا كلمة ولكن عندما أجابت الطالبة والإجابة باللغة الإندونيسية مثلا هو يقول berenang atau takut، المدرس تقول نعم ولكن نقول باللغة العربية. من الأفضل لا تقول ولكن، وإنما تقولين أو نقول باللغة العربية لأن إجابتها صحيحة، إجابتها صحيحة. هذا أولا. وكذلك نقول في عبارة بدلا من أن تقول نقول في عبارة، من الأفضل ومن المستحسن أن نقول بعبارة أخرى. هذا. وأنا لدي الإشارة الخفيفة هنا في كلمة يستهزئون. أنا رأيت إندريا وشاورت بعض الأساتذة كذلك، الإندريا يكتب يستهزئون بإثبات الواو، يعني تحت الهمزة، يعني واو الهمزة بالواو تكتبيها بالواو. وأنا شاورت بعض الأساتذة، أنا لم أدري أين هو الأقرب إلى الصواب، ولذلك أستفسر ربما إلى دكتور ذوالخير سفيان. وأنا أميل هنا كتابته بالياء، أنا أميل هنا وأنا فتحت المصحف، وإن كان المصحف رسم له حكم خاص، فتحت مصحف وكذلك فتحت القواعد الإملائية. أنا أميل إلى كتابته بالياء، ولكن لا أدري، أنا كذلك هنا أطلب العلم وأستفسر من الدكتور والأساتذة الفضلاء، ونطلب منكم ماذا البيان حول هذا.
ولكن أنا أميل إلى كتابته بالياء، يعني يستهزئون بالياء، لأننا لو كتبنا يستهزئ فقط طبعا نضعه بالياء هذا. وكذلك كلمة يتباهى، أنا رأيت المدرسة تكتب يتباهى الياء أو الألف المقصورة الألف المنقوصة تكتب بالياء هكذا، صحيح؟ هذا درس مهم وهذا درس المطالعة ليس درس الخط. أنا شخصيا أميل وأنصح لجميع الطالبات لا تكتب هكذا في الدرس المطالعة. لماذا؟ لأن هذا يؤثر إلى خطأ الكتابة عند الطلبة، هذا يؤثر، قد يؤثر. لكن أنا شفت الكراسة للطالبة الأقرب إلي هي لم تخطئ الكتابة، وربما أنا لو فتشت واحدا منها ربما لا أدري قد يخطئ، هذا يدفع إلى الخطأ في الكتابة. لذلك أنا أنصح للجميع، وأنا شخصيا أنصح للجميع بأن يكتب بأفضل الخط وأشهر الخط عند الطلبة. ممكن في درس الخط ممكن تكتب هكذا، مع الأستاذ إندري سيعلمكن هذا، لكن في درس المطالعة مثل هذا الدرس ودرس رسمي آخر أنا لا أنصحكم بهذا. ويتباهى النهر والبحر هذا ذكره أستاذ إندري. نعم هذا مني فقط، هذا يتباهى. وكلمة أخرى والأخير أنا أنصح للجميع، للإندرية وللجميع الطالبات، المعلم لا بد أن يكون ناشطا قبل أن ينشط الطلاب، لا بد هو نفسه أن يكون ناشطا بداية من نفسه. الحماسة تبدأ من نفس المعلم، نفس المدرس، لا يبدأ من الطلاب، لا، وإنما تبدأ الحماسة ويبدأ النشاط من نفس المعلم. المعلم لا بد أن يتحرك قبل يتحرك الطلبة، المعلم لا بد أن يتحمس قبل أن يتحمس الطلبة، هكذا. أنا أنصح هذا للجميع. وعلى المعلم أن يتجنب أوقات الفارغات، أن يتجنب أوقات الفراغ أثناء النشاط الدراسي، لأن هذا يؤدي إلى الملل. الطلاب سيسأمون لو سكتنا كثيرا في الفصل، الطلاب سيسأمون. لذلك افعلوا الأنشطة، النشاط الدراسي، أي شيء، المشاركة مع الطلبة وهكذا إلى آخره. وعلى كل حال كما قلت في البداية أنا شخصيا أقدر إندريا رحادة العيشي على ما قدمت لنا من التدريس، وأشيره بالبنان، وأتمنى له مسيرة موفقة في التعليم فيما بعد إن شاء الله في مرحلة الجامعية، وكذلك للطالبات الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana sa'antaqidu fi nuqtataini ghairu madhkurataini. Ya, fil maddah dzukira katsiran min Ustaz Zulkhairi wa kadzalika Ustaz Rifki, wa fi hunaka nuqtatani ghairu madhkuratani wa huma fi amri tariqah wa kadzalika al-hal. Awalan fi an-naqdu fil ahwal. Yu'jibuni ilmu talamid tilmizat li hadzal fasl, ay faslin ats-tsalis da. Limadha tu'jibuni ulumuhum? Li'annahun ya'rifna ma lam tashrah al-mudarrisah. Ma hiya dhikru ism. Ana ta'ajjabtu min aina at-tilmizat min aina ta'rifna min aina ya'rifna isma man sayra hikayah kama araftu hadha al-mudarrisah lam tadhkur Sulaiman wa lam tadhkur Ramadan, walakinna araftunna lamma sa'alat al-mudarrisatu araftunna man huma Ramadan wa Sulaiman, ka'annaki lam tadhkur hadaini ismaini wa hunna qad arafna. Idzan min aina ta'rif hal al-tilmizat yaqra'una qabla
qabla dukhulihin al-fasl aw kaifa hadha ana lam a'rif yumkin satashra ba'da satukhbiruna min aina ta'rifna min aina ya'rifna qabla al-bayan hum ya'rif anna man fi hadhil hikayah huma Sulaiman wa Ramadan hadha fil ahwal thumma ba'da dhalika kadzalika lazim an nubayyin ila tilmidh al-farqu baina qira'ah samitah wa qira'ah khafitah al-qira'ah bisautin khafitin wa qira'ah bisautin samitin mal farqu bainal qira'ah samitah wa qira'ah khafitatah law kuntu fil khata yumkin saya syarah Ustaz Zulkhairi ya kama alimtu hadha law kana qira'ah bisautin samitin hadha yaqra' lakinna as-saut ghairu masmu' ya Ustaz. Lakinna law khafid yaqra' lakinna as-saut mazilna nasma' ya qalilan samar-samar. Andama amarti al-tilmidat bi an yaqra'na bi sautin khafitin hunna yaqra'na bi sautin samitin ma'annaki ta'mur bil qira'ah samita wa khafita. Thumma naqad akhar fi kadzalika fi tariqah hadha fi tatbiq fi tariqati tatbiq indama tatbiq anti la tas'ali ba'da amadhan aqul indama tatrahina su'alan la taqul man yastati'. Nah, ini ada falsafahnya, ada filosofinya nih. Ini kami diajarkan yang apa saya sampaikan itu yang saya dapatkan. Mungkin nanti beda orang beda versi. Ya, kenapa tidak boleh man yastati? Karena itu nanti orang yang nggak bisa dia merasa aman. Dia nggak akan merasa berusaha untuk menjawab. Itu nggak tidak boleh seperti itu di tatbiq ini untuk kenapa saya barusan sebenarnya nggak dikasih waktu nih. Tapi harus karena ini salah. Ya, ada filosofinya itu. Maka harus diperhatikan ketika fitoriqati tatbiq tidak boleh kamu ma makna syaja'ah. Mana sati? Enggak boleh seperti itu. Lakinna antat roha awalan soalan thumma asyir nafaran manil mas'ul fil jawab. Baru kamu tunjuk. Enggak boleh siapa. Bahkan enggak boleh kamu. Ma makna kitab? Enggak boleh seperti itu. Itrahi soal awalan ba'da dzalika syir nafaran liyujib soalaki. Hadza tariqatu tatbiq. Ya idzan la yajuz an ta'mal misla dzalika. Idzan hadza sayakunu mithalan lakum hatta madan aku ashabuki la taqana fi nafsil khata. Thumma indama mal farq baina qiraah fi tatbiq wal qiraah fil ardi wa rabti wal istinbat. Itu ada bedanya, Nak. Jadi ada kamu perintahkan santri untuk membaca makalah, ketika di tatbiq pun ada perintah untuk membaca makalah. Apa bedanya? Ada yang tahu? Nah, saya sampaikan nih. Bedanya ketika qira'atut talamid, entah itu somita, entah itu khafita, ketika di poin arad, robat dan istimbat, itu kamu suruh baca, kamu boleh keliling. Sambil megang buku, kamu boleh keliling. Lahimul hadah. Tapi ketika di tatbiq kamu enggak boleh keliling. Karena itu latihannya, itu sama seperti ma makna ainun. Anti. Kamu keliling, kamu liatin, kamu nanya dia, kamu lihat, tunggu jawaban dia. Ketika tatbiq juga seperti itu, beda antara qiraah shamitah fil ardi wa rabbi wal istinbat dengan fitat tatbiq. Jadi ketika kamu di tatbiq qiraatul maqalah itu kamu tungguin dia. Taib. Baru kamu suruh nih, kamu tungguin dia. Taib. Itu bedanya dengan ketika di arad, robat dan istimbat. Tadi saya lihat kamu suruh, kamu udah kemana-mana, walaupun kamu hafal. Ya, walaupun kamu hafal. Tapi itu karena di situ menjadi aghradu tadris. Karena kan tujuan kamu qira'atut talamid, qira'atan sahihatan, fasihatan. Gimana kalau misal kamu suruh dia tapi kamu keliling ke Bogor sana, enggak mungkin, enggak kedengaran suaranya. Seperti itu ya. Jadi tunggu sampai dia membaca selesai, baru kemudian kamu tunjuk yang lain. Seperti itu. Oke, tatbiq. Masih di thariqah ya. Masih di thariqah satu lagi, yaitu lam tuwadhih maknal mujib fi kalimati rama bil jumani fi jumni juga.
menurut hemat saya al-jubnu itu standar kelas 3 itu masih asing. Tapi saya kaget kok bisa dia tahu langsung jubnu tanpa banyak pertimbangan. Saya yakin kelas 6 aja kalau nggak dikasih kamu nggak tahu tuh jubnu apa. Itu apa sih? Al-kalimah ghairu jariyah indahum, enggak familiar, tapi kok bisa tiba-tiba ketika dengan sesimpel itu dia tahu al-jubnu. Saya apa ini? Ya, ini apa namanya? Jiwa detektif saya. Ada apa ini kok? Ini karena standar mereka belum sampai. Ya, kayak mustawa barusan Ustaz Zul sudah sampaikan, ada mustawa-mustawa yang dimaafkan, ada mustawa-mustawa yang harus kita telidiki nih. Ini susah, tapi kok bisa terjamah seperti itu. Nah, makanya saya tu'jibuni uluma hadhihi tilmidzat. Hebat sekali mereka. Ya, bisa tahu hal-hal yang gaib. Sulaiman, kecuali emang mereka anak pintar, tapi saya menyampaikan nakal ini karena sedikit banyaknya saya tahu karakter santri kita yang kalau nggak ditarik nggak akan baca buku. Nah itu loh, kok tiba-tiba mereka tahu seperti itu. Paham ya? Ala kulli hal usyirukum bibanana ini, usyiruki ya. Hebat sekali, itu sudah standar untuk mustawa itu. Hebat sekali, mungkin saya saja pribadi belum bisa ketika seumuran kamu, bahkan seumuran sekarang bisa jadi kamu lebih baik dari kami seperti itu. Tapi even the best can be improve. Bahkan orang yang terbaik pun masih bisa ditingkatkan. Jangan sampai merasa bisa, jangan sampai merasa paling bisa, dan jangan sampai merasa paling hebat. Karena kalau sudah merasa itu standar Fir'aun itu. Baik, terima kasih. Syukran ala ustinti mamikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semuanya alhamdulillah, dari mulai musyrifah ya sampai dengan musyrif. Ala kulli hal nilai sudah diberikan oleh masing-masing muntaqid ya. Kita berdoa nanti yang lainnya juga sukses ya. Apa yang sudah disampaikan tadi sama Ustaz Jul dan Ustaz yang lain dan Ustazah itu bukan sekedar didengar ya, tapi satu ada mahfuzat ya. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Nah, maka bagi yang memulai itu biasa lebih baik. Walaupun nanti ya ada yang lebih baik lagi dari setelah ini, tapi tetap yang pertama itu mereka lah yang juara kan. Nah, seperti itu. Masalah nilai insyaallah sudah nanti diberikan oleh para muslim sekalian. Terima kasih ya, pada hari ini kita semua sudah melaksanakannya dengan sangat baik dan alhamdulillah kita juga sudah menyaksikan ya kapasitas daripada santri Al-Manar, santri akhir Al-Manar yang memuaskan lah dari segi bahasa dan penyampaian, walaupun masih banyak islah ya, masa islah dari kita semua. Demikian saja, setelah ini mungkin anak-anak bisa kembali lagi ataupun nanti bersama pengajaran. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.